السلام عليكم ورحمة الله. قناة الأمير للرخام والجرانيت، تركيب وتوريد جميع أنواع الرخام والجرانيت مصري ومستورد. 012-702-772-98. رجاء الاشتراك والإعجاب بالقناة ليصلك كل جديد فضلا وليس أمر. النهاردة هنوري لحضراتكم في الفيديو ده، احنا قبل كده صورنا فيديو برضك طريقة لحام رخامة مكسورة. لو حضرتك أو حضرتك عندك رخامة مكسورة، حضرتك عندك رخامة اتكسرت منك مثلا زي دي كده بتاعة الترابيزة أو بتاعة كومودين أيا كانت، يعني أول هام عشان خاطر الرخامة تتلحم لازم تحط على مسطح زي ده كده، حتة رخامة أو أي مسطح أو إزاز مثلا سيكوريت يكون وشه ناعم ملس، عشان خاطر لما أحط عليه رخامة اللي أنا عايزك اللي هي مكسورة دي عايز الحمها يبقى الوش في الوش، عشان تبقى اللحام لما يتلحم ده يبقى الوش بتاعه ملس متبع كويس. يعني زي ما حضراتكم شايفين كده اهو الرخامة 3 حتت مكسورة حتة جنب. واحنا هنا كده كنا لاحمين للزبون ده اللحام ده قبل كده، يعني انا اللي كنت لاحم دي قبل كده بس حضرتك ما اتكسرتش، اللحام بتاعي اتكسرت من مكان تاني. لازم تكون الرخامة ملحومة على مسطح زي ده كده، والوش في الوش ظهرها اهي وهي وشها في وشها، وبنلحم اللحام بيتبع تمام. وبعد كده في الظهر بنفتح بالصاروخ كده زي ما حضراتكم شايفين ده الفتحات دي، وبنحط كوابيل كده صلب حسب ما الحته تعوز بقى. يعني مثلا الحته دي كانت عايزه 4 حتت طول، ممكن الكسر ده مثلا يعوز واحد هنا واحده هنا واحده هنا واحده في اللحام ده واحده هنا وواحده هنا او واحده بس، يعني ممكن ادي 1 2 ممكن عاوز 5 حسب ما الحته ايه بتعوز. اهم حاجه الكوابيل اللي في الظهر اللي حضراتكم شايفينها دي، بعد ما بتتلحم في بعضها بتحط الكوابيل دي ليه؟ عشان خاطر تبقى مسكتهم من الامان. يعني بص حضرتك ما حلتش من الحته اللي انا لحمتها بتاعتي، حلت من مكان تاني. اللي بتعوزه بقى عشان خاطر تلحم بيه ايه هو؟ حضرتك بتجيب سكينه زي دي كده، سكينه معجون صغيره وكله، علبه كله رخام وجرانيت. ادي علبه الكله اهي. طبعا انا مش بصور اعلان ولا اي حاجه عشان شركه كبسي ولا حاجه، بس هي فعلا انضف شركه كبسي في اللحام. ادي علبه الكله، طبعا انت ممكن تجيب ربع صغيره قدك تلحم بيه، وعلبه مرهم زي دي. طلع حته كده بالسكينه من هنا اللي هي الحته دي، ونفتح المرهم ده زي ما حضراتكم شايفين كده، ناخد منه حته صغيره عشان ما تشدش بسرعه. حته صغيره كده اهي، حط حته هنا على دي، حته صغيره يا دوب على قد اللحام اللي انت عايزه، عشان بدك تعرف تقلبها براحتك، اللحامه براحتك ما تشدش بسرعه، ما تلحقش انت ايه تشتغل فيها. ما كل المرهم ده لو زاد يشدها بسرعه مش تلحق تشتغل فيها. زي ما حضراتكم شايفين بص كده، مثلا المرهم زاد اهو على 20 منه حته، اخليها لبيت الشغل، احط حته مناسبه حته صغيره خالص. يعني بص حضراتكم انا مثلا ايه دي طلعت مثلا سكينه صغيره، ادي كمان ايه سكينه صغيره اهي، يعني كده كويس كويس قوي كده على اللحام اهو. وبالسكينه حضرتك بقى بتقوم جايب السكينه كده تقلب الاتنين على بعض. اهم حاجه في التقليب ده ان هم يتقلبوا كويس يندمجوا مع بعض، ما تشوفش المرهم اللي هو الابيض ده يبقى خلاص مش باين في قلب حته الكولا دي نهائي نهائي خالص، مش باين فيها. زي ما حضراتكم شايفين كده اهو بقلبها كويس. اهم حاجه التقليب كويس وبسرعه. تمام حضرتك بص هي كده اتقلبت كويس، انت ممكن تعملها بالسكينه في اللحام يعني مثلا كده، بس الافضل ان حضرتك تعملها بصبعك كده بالصبع. ليه؟ عشان تغزغز اللحام ده لو في حاجه غشيمه اهو زي ما انتم شايفين كده. بص حضرتك انا بعمل بغزغز اللحام زي ما انتم شايفين كده، كلها بتخش في كل حته في قلب الرخامه. هكمل طبعا لحضراتكم كده، هكمل بقيه اللحامات دي بسرعه عشان الكولا ما تشدش وارجع لحضراتكم تاني. بص حضراتكم كده دلوقتي كده انا قفلت كل اللحام، كل اللحام المكسور حطيت له كله اهو. شايفين حضراتكم كل اللحام المكسور غزغزته بالكله بصبع كده تمام. بعد كده بقى حضراتكم تقوم جايب الرخامه دي، الرخام المكسور ده تزقه على الرخام
الحته الكبيره يعني، تاخد حته صغيره تقوم عليها كده زي ما حضراتكم شايفين كده. بص اهو، بتجمعهم تاني مع بعضهم، تفضل تظبط فيهم لغايه ما يتجمعوا. بص يتجمعوا تاني. واهم حاجه بقى حضرتك تتكه على اللحام جامد عشان خاطر يقفل كويس ميبقاش باين زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. هتك على اللحام وارجع لحضراتكم. بص حضراتكم انا دلوقتي اهو قفلت اللحام خالص كده، بص على بعض اهو. طبعا وانا بقفله ممكن تلاقي اللحام ما بيتقفلش معاك بسهوله، حضرتك بتجيب مطرقه وتقوم ايه تفضل تغزغزها كده اهو، تفضل تعدلها من كل اتجاه. بص حضرتك طبعا انا ربطت الرخامه في الرخامه المسطح عشان الوش بلازق في الوش جامد، اللحام يطلع سليم كده حضراتكم اهو زي ما انتم شايفين. طبعا بيطلع كله زياده بره اهي كده زي دي كده، بالسكينه كده وبنفردها نقفلها كده، السكينه كده ونقفلها، نقفل كده الزياده دي كده ايه على السكينه اهو كده. لو في حته مكسوره ولا حاجه تملاها. طبعا الوش الظهر ده مش مشكله يبقى عليه كل، اهم حاجه بس الحته اللي هي بيبات عليها ايه الترابيزه الحرف بس اللي بيتصنفر او يتخربش، لكن بقيتها عليه كله زي ما حضرتك كده بتبقى بتديها تقويه يعني مش مشكله، كلها بتبقى موجوده بتقويها اكتر كده. احنا قفلنا ايه زي ما حضراتكم شايفين كده، قفلنا ايه ظهر الرخامه نهائي، قفلنا اللحام على بعضه. هنستنى مثلا بتاع نص دقيقه حاجه بسيطه كده يعني حسب ما الكله تشد. وبعد كده هنعمل في الظهر زي دول كده بالصاروخ، هنفتح بالصاروخ واحده هنا واحده هنا واحده هنا واحده هنا واحده هنا كده، 1 2 3 4 5 زي ما قلت لحضراتكم عشان تقويه. طبعا يا حضرتك تنشف، وهفتح الفتحات دي عشان بس العفاره لان انا بصور لوحدي وشغال لوحدي، وارجع لحضراتكم تاني. دلوقتي اهو رجعنا لحضراتكم بعد ما فتحنا الفتحات بتاعت الكوابيل اهي، الكوابيل المدفونه اهو 2 3 4 5 6، وكل حته جنب منها الكابولي بتاعنا ندفنوه في قلب الرخامه زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الفتحات دي اللي هي المفتوحه دي في قلب الرخامه بتفتح بالصاروخ، فهي دي النقطه اللي خلتني اقول لحضراتكم في اول الفيديو ان الافضل ان الصنايعي اللي يعملها. شايف بص حضراتكم اهو كل كابولي على قد الفتحه بتاعته، طبعا بتوسع عشان ما تخوش له، المهم يبقى صوت كده قد بص مثلا اهو ده جوه شايفين، وهكذا كلهم كده. طبعا حضرتك بتسيبهم كده بره على جنب، نعجن كله على قد الفتحات دي وبنملى الفتحات دي كله ونفضل نغزغزها بالسكينه، وكل كابولي من ده بندفنه جوه منها، وبعد كده نقفلهم يبقوا شبه المنظر ده كده متقفلين كده، هما بايتين جوه اهم زي ما حضراتكم شايفين، والكل مغطيهم من تحت ومن فوق منهم. نعجن كله ونيجي لحضراتكم تاني. دلوقتي بص حضراتكم احنا جبنا زي ما قلت لحضراتكم في اول فيديو كله والمرهم، بنحط الاتنين على بعض ونبدا نقلبهم بالسكينه لغايه ما يبانوش من بعض كده. ناخد منهم دلوقتي كده حته، كل فتحه كده من الفتحات دي ناخد لها حته ونقفلها كده زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده. بعد ما تتقفل كده بالسكينه حرف السكينه كده تعملها كده عشان تخلي الغشيم اللي في قلب الفتحه يشرب كله، ميبقاش في حته غشيمه فيها، وهكذا التانية برضه نفس الوضع اهو نفس الكلام يتقفلوا كده كلهم عندك نفس الوضع غزهم كده. بعد كده بتقوم جاي مقفلها تاني حضرتك كده تاني كلمة في الأول، بتجيب اهو كوابيس الصوب المدفونة دي تحطها جوه منها اهي تمام كده، وبالسكينة بتتك عليها كده اهو بص حضرتك كده باتت جوه اهي مش باينة اهي، وتقفل عليها كله فوق وتغزغز عليها كده تمام اهو. بعد كده خلاص حضرتك قفلتها كلها تمام، بتشيل الكل الزيادة تخش على يعني خلاص احنا غزغزنا دي نقوم جاي مقفلها خالص تمام كده اهو، وتجيب الكابولي الصلب اللي هيتدفن جوه اهو حطه كده نص في نص اللحام بالظبط، تتك عليه اهو بص تمام بيتدفن جوه ما بيبانش، غزغزه تقوم جاي مقفل كله وتغزغزها كده على الحته قفلها كده كده تمام، وتمسح الزيادة. هكمل الباقي وارجع لحضراتكم. دلوقتي اهو زي ما حضراتكم شايفين كده احنا قفلنا
كل الفتحات بالكلة، وحطينا فيهم الكوابيس الصلب المدفون، رمينا عليها كويس خالص بقفلها. وطبعا بنسيبوها لغاية ما تنشف تحجر خالص، وبعد كده نجيب الرخامة على وشها. نبدأ بقى ايه، نشوف اللحام من الوش عايز يتعالج، نقط له كله بنفس اللون، صنفره، ونرجع نلمع الرخامة تاني ونجهزه. حضراتكم طبعا بقى ايه، يعني ممكن حد يسأل يقول لي الكوابيس اللي هي اللي جوه دي المدفونة دي، طب انا اجيبها منين؟ حضرتك انا بشتري صلب شرايط كده، حتت كده شرايط، وبقصها على قد المقاسات اللي انا عاوزها. طبعا حضرتك ممكن تعمل حاجة تانية برضك، لو الكنات دي مش متوفرة تشتري شرايط، ممكن تشتري مسامير صلب مثلا 10 سنتي، وتشيل المخ بتاعها اللي هو الدماغ يعني عريض ده، وتخربش المسمار وتقوم جاي دفنه، دي ينفع برضه. لكن هو طبعا الكوابيل الصلب اللي انا بجيبها دي بتبقى طبعا طويلة براحتك. انا ممكن اعمل الكابولي ده طوله 30، طوله 20، طوله 25، براحتي حسب ما انا عاوز، لان انا بجيبهم شرايط حتت امتار كده مثلا، وبقصها على قد ما انا عاوز، حتت خمسينات حتت، وبقصها بقى ايه 15 سنتي 10 سنتي، حسب ايه المقاس اللي انا بعوزه زي ما حضراتكم شايفين كده. نستنى بقى حضراتكم لما تنشف واقلبها على الوش واوريها لكم ان شاء الله. مع الوش كان في فتحات كده صغيره بتقوم جايه مقفلها في اللحام كده، الرخام متبعه ببعضها تمام، وبتقفل الحته المفتحه وتسيبها تنشف. وبعد كده بنجيب الصاروخ ونركب فيه صنفره، ونلمع الوش نرجعه زي ما كان تاني وبنشمعها، نبقى نخلصها ونفنشها ونروح لحضراتكم. رجعنا لحضراتكم تاني اهو، خلاص كده الرخامة يعتبر خلصت. احنا قلبناها على الوش وصنفرنا الكل اهو، قفلنا الكل، وبعد ما نشفت صنفرناها. بص كده تمام، بص الحتة بقت مفيش اي حاجة، كلها متبعة بسوا بعضيها. طبعا حضرتك احنا صنفرناها بايه؟ بالصاروخ، عشان كده قلت في الاول محتاجة صنايعي. اما لو انت عندك حاجة متوفرة، ادي الصاروخ اهو في الارض، ركبنا فيه الاول الطرة دي بنمسح بيها الزيادة، وبعد كده الطرة بالصاروخ دي بننعم بيها كده. خلاص احنا نضفناها كده تمام زي ما حضراتكم شايفين. وهنجيب شمع زي ده كده، شمع بخام جراني بنشمع بيه، ده شمع سايح. أو نحط حتة كده صغيرة، حتة سفنجة بس زي ما حضراتكم شايفين كده، هترجع زي ما كانت. نخلص تشميعها كده وكلها، حتة الشمعاز تاني نحط تاني كده تمام زي ما حضراتكم شايفين اهو. كده الرخامة خلاص رجعت سليمة زي ما كانت تاني، حتة واحدة. رخام الترابيزة يعتبر اتكسرت 5 حتت، ورجعناها تاني زي ما كانت، 4 حتت حاجة 1 2. طبعا حضراتكم اللحام ده، بص الفرق بقى ما بين ايه، يكون اللحام في الورشة، بص يعني يمكن اللحام هنا مش باين قد كده، ماشي مع القرع مع العرق، عشان دي لحمناها في الورشة هنا. اما دي كانت ملحومة عند الزبون طبعا مفيش امكانيات، فقفلنا الكل على وشها عادي. يمكن اللحام ايه طالع باين شوية هنا، بص تحس ان هو ايه شبه الرخامة، طلعت زي ما كانت كده. حضراتكم يبقى الرخامة خلصت بفضل الله تمام. رجاء الاشتراك والاعجاب بالقناة فضلا وليس امرا.